المشكل هو حينما تفتقر الدول إلى منهجية لمعالجة الخلافات. الآن المغرب وإسبانيا في أبريل 2022 اتفقا على المنهجية وأنه لماذا تجنب رئيس وزراء البلدين طرح الملفات الحساسة العالقة بين المغرب وإسبانيا على طاولة النقاش؟ معي من الرباط دكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية. ولماذا رأت صحف إسبانية أن ملف سبتة ومليلية يمر بمرحلة مفصلية؟ معنا من مدريد سيدي محمد طلبة الصحفي المختص في الشأن الإسباني. أبدأ معك أولاً دكتور نعوم. تمت مناقشة ملف معبري سبتة ومليلية خلال هذه القمة الثنائية، ماذا عن ملف المدينتين نفسه؟ لماذا توقفت الحكومة المغربية أو على الأقل جمدت المطالبة باسترجاع المدينتين؟ أهلا وسهلا بك سيدة ريم وبضيفك الكريم. أنا في تقديري أنه لا يمكن أن نقول أن المغرب جمد أو توقف عن المطالبة بالمدينتين. المغرب هذا موقفه دائم منذ على الأقل عام 75 حينما طالب لأول مرة في الأمم المتحدة بأن يتم إدراج المدينتين ضمن يعني الأقاليم التي يطالب بها باعتبارها أراضٍ محتلة، ولم يتوقف عن هذا. والمسلسل الطويل منذ العام 96 وصولا إلى ما بعد العام 2002 وكل المحطات الدبلوماسية شاهدة على المغرب لم يتوقف عن المطالبة بحقوقه. إضافة إلى هذا، لا الاتحاد الأوروبي ولا حتى يعني الناتو ولا الأمم المتحدة تعترف بأن هاتين المدينتين عليهما سيادة إسبانية. الوضع يعتبر من الخلافات الحدودية الموجود من أمثالها كثير بين الدول، حتى بين فرنسا وإسبانيا لكن وحتى في بين الأمم فرنسا وبريطانيا. المتحدة دكتور نعوم، عفوا على المقاطعة، يعني أنت خبير يعني في ما يتعلق بملف النزاعات في الأمم المتحدة. هذا الملف ليس ضمن ملفات تصفية الاستعمار، لماذا؟ لكنه ضمن الخلافات الحدودية، لأنه تصفية الاستعمار هي ملفات محددة يعني بعناصر دقيقة تم اختيارها منذ العام 45 إلى نهاية الستينيات. لكن هذا الموضوع هو ضمن ما يسمى بخلافات الحدود بين الدول، وخلافات الحدود أكثر بكثير من القضايا المتعلقة بإنهاء الاستعمار أو حتى تدابير الوصاية أو ما يسمى بالانتداب أو سلطات الانتداب. إذا هذا الموضوع هو معقد، ليست كل قضايا الاستعمار موجودة في اللجنة الرابعة بالمناسبة. إذا القضايا المتعلقة ببقايا الاستعمار أو آثار الاستعمار كثيرة، ومن ضمنها الخلافات الحدودية أو المشاكل الحدودية. ما يوجد بين إسبانيا وبين المغرب هي مواضيع تنتمي إلى خلافات الحدود أو نزاعات الحدود أو المشاكل الحدودية، ومن ضمنها الجزر المحتلة، ومن ضمنها الكثير من يعني الخلافات البحرية أيضا المرتبطة بهذه الحقبة الاستعمارية. المغرب لم يكف على المطالبة بهذه القضايا، لكن هناك جانب آخر مهم جدا. المغرب في أبريل من العام 2022 وقع هو وإسبانيا خارطة طريق، ومن ضمن هذه البنود خارطة الطريق البند الثاني الذي يقول أنه إسبانيا والمغرب تلتزمان بأن لا تحل أيهما مشكلة بطريقة أحادية الجانب، وأن لا تفرض الأمر الواقع على الأخرى. بمعنى أنه هناك منطق بدته إسبانيا مع المغرب منذ العام 58 حين مسح المغرب طرفايا، وايضا حتى في 69 حين استرجع المغرب سيدي فني، ولاحقا في العام 1975 مع اتفاقيه مدريد. وهذا الموضوع استمر بين المغرب وبين اسبانيا. كانت بعض التلكؤات وبعض المحاولات للانثناء عنه والتراجع عنه من طرف الاسبان، لكن جاءت خارطه الطريق في العام 2022 ووضعت حدا لكل هذه الممارسات التي كان اخرها هو لعبه بن بطوش او الطريقه التي دخل بها بن بطوش. اسبانيا والمغرب متفقان على انه لا يمكن تدبير اي لا توجد بالمناسبه ثغور او الجزر المغربيه المحتله والمدينتين المحتلتين، توجد ايضا خلافات بحريه وخلافات على تدبير المجالات الجويه ومشاكل كثيره، وحتى تدبير في مسائل اخرى مستجده يعني ليست طيب. بالطبيعه قديمه نتعلق على الهجره والامن وغيرها. اذا المغرب واسبانيا متفقان على انهم يدبران المواضيع تدبيرا ثنائيا مشتركا بناء على التفاهمات، لكن ايضا لا ينبغي ان يتفيقه من يريد ان يتفيقه وان يكون يعني اسبانيا ومغربيا اكثر من المغرب والاسبان، ويفرض على الدولتين ما هما اتفقتا على تدبيره بطريقه طيب، ثنائيه وفيما سنفصل في بينهما. تدبير الملف يعني في هذا النقاش. الأستاذ سيدي محمد طلبة، بشكل عام يعني الصحافة الإسبانية تبرز أن ملف سبتة ومليليا يعيش مرحلة مفصلية. يعني هناك إعادة فتح الجمارك، التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع المغرب. لماذا ينظر إلى هذا الأمر كمرحلة مفصلية؟
مرحبا بك وبضيفك الكريم من الرباط. في الحقيقة هناك اتركيني أولا أتحدث عن هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع في مستوى في دورته الثالثة عشر. حقيقة كانت غريبة نوعا ما. الإعلان عنه جاء مفاجئا، بدون إنذار مسبق. وكذلك هناك قطعه الجزء كبير من الوزراء، من وزراء حزب الصومال، وهو ائتلاف، يعني عضو الائتلاف في حكومة بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز. قطعوا هذا الاجتماع نهائيا. وكذلك لم يتم هناك مؤتمر صحفي كما جرت بذلك العادة عقب هذا اللقاء. ولم يمثل حتى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ولا الوزير الأول المغربي خنوش أمام الصحفيين حتى لتلاوة بيان بدون أسئلة. إذا هناك ربما أشياء، وهذا ما أثار استغراب بل واحتجاج الجمعية الصحفيين الإسبان هنا في مدريد فيما يتعلق بالملف. قبل كذلك ذلك ما كان تفسيرك سيدي محمد طلبة، يعني ما تفسيرك لما تفضلت به، قراءتك؟ في الحق في الحقيقة بالنسبة للمعارضة الإسبانية، هذا يعني بأن الحكومة الاشتراكية تريد أن تخفي شيئا ما. لكن بالنسبة للحزب الاشتراكي يعني الذي يقود الحكومة، فهذا أمر عادي. ليست هناك حاجة ولا حتى إلزام بأن يكون هناك مؤتمرا صحفيا. فيما يخص سبتة ومليلية تحديدا، اللافت أنه منذ إعادة فتح الجمرك ما بين الجمرك التجارية، يعني ما بين مليلية والمغرب من جهة، وفتح جمرك جديد في سبتة، منذ ذلك والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في سبتة ومليلية يشتكون من القيود وضعها المغرب بحسب قولهم على الصادرات الإسبانية إلى المغرب، وكذلك حتى على الواردات الإسبانية، يعني أقول من سبتة ومليلية، كذلك الواردات من المغرب. إذا الحقيقة اللافت أن هذا البيان الختامي، وهو من 23 صفحة ومن نحو 119 بندا، لم يذكر ولا ذكر يعني صريحا سبتة ومليلية. فقط اكتفى أعتقد في البند 69 من هذا البيان الكبير يعني العريض، فقط بالإشارة إلى أن البلدين التزما بتعزيز التعاون في مجال الجمرك التجاري، نعم. بتعزيزه لمحاربة الغش والتهريب، بدون ذكر المدينتين ولا الزيادة عليهما. كذلك وزير الصناعة المغربي رياض مزور في مؤتمر، في مقابلة صحفية مع صاحبة الموندو، حاولت الصحفية أن تطرح عليه 4 مرات هل المغرب يلتزم بسيادة إسبانيا ويعترف بها على سبتة ومليلية، وتفادى السؤال في المرات ال4، وقال بأن هذا المسألة ليست مطروحة الآن على النقاش، وبالتالي بأن البلدين يركزان على ما يمكن بناؤه وليس على ربما القضايا الخلافية. طيب دكتور نعوم، ربما هذا صلب الموضوع. هل هناك ربما إحراج إسباني مغربي؟ كلا البلدين يريدان تجنب طرح هذا الملف نظرا لحساسيته ولكونه ملف شائك؟ لا، يعني هو لو ينبغي ان ننظر الى السياق، يعني ما قدمه الاخ محمد من نقل يعني امين ودقيق للمعطيات، واحييه بالمناسبه على مهنيته في هذا الباب. المساله تتعلق بالسياق. الان السياق بين المغرب واسبانيا هو سياق تعاون، سياق علاقه استراتيجيه متطوره. تم انهاء كل الخلافات بين المغرب وبين اسبانيا بمنطق ايجاد المنهجيه، لانه الصعب الخلافات بين الدول توجد، لكن المشكل هو حينما تفتقر الدول الى منهجيه لمعالجه الخلافات. الان المغرب واسبانيا في ابريل 2022 اتفقا على المنهجيه وانهم يبحثان عن نقاط القوه، عن نقاط التعاون، عن الادوات وعن المواضيع التي يمكن ان تكون هي المنصه المستقبليه لمعالجه الخلافات. اذا ازدادت الثقه هل وازداد من حجم منهجية التعاون تخص ملف وتشبكت سبتة المصالح مع بعضها البعض. ومليلية؟ منهجية تخص لا، الملف؟
المنهجية هي المنهجية تخص كل القضايا التي تتعلق بالعلاقات الإسبانية المغربية، وفي مقدمتها أولا التعاون وتعزيز وتمتين العلاقات سيكون هو الإطار الذي تعالج داخله كل القضايا الخلافية الأخرى، وبالتالي ما كان في السابق تهديدا أو مشكلة يصبح فرصا أو أدوات أو مواضيع للمعالجة بطريقة تتجاوز ستاتيكو القديم وتتجاوز الطريقة التي كانت تستعمل فيها بعض الملفات وبعض المواضيع في الماضي من أجل، خصوصا من طرف إسبانيا. طويلا إسبانيا استعملت الكثير من القضايا الخلافية بينه وبين المغرب من أجل يعني محاولة مماحكة المغرب، محاولة التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب. حينما اعترف إسبانيا بالحكم الذاتي باعتباره هو الحل يعني الوحيد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإسبانيا تعرف جيدا هذا الموضوع، كل ما بعده أصبح ممكن معالجته. إذا كان هذا هو المعيار بالطريقة التي تم جعل إسبانيا تعترف بأن الحكم الذاتي هو الحل في النزاع حول الصحراء المغربية وهي المسؤولة عن افتعال هذا الملف جملة وتفصيلا، من ممكن القياس على هذا فيما يتعلق بباقي الملفات الأخرى. نعم ولذلك وجد نعوم. البلدان أن نعم. الحديث عن الفرص والحديث عن عوامل القوى أولى من الحديث عن الخلافات التي ستحل مع مرور الوقت ومع يعني أشرت إلى السياق، هناك سياق من الممكن وصفه بالإيجابي بين البلدين، عوامل قوة، السعي إلى التعاون، لكن دكتور النعوم الأمر أيضا مرتبط بهذه الحكومة، يعني تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية يظهر يعني توتر مع حكومات أخرى، يعني ماذا لو اختلف السياق؟ لا يعني نتحدث الآن لا نتحدث عن الحكومة هي نفسها التي أدخلت من بطوش، وهي نفسها التي يعني ذهبت إلى أبعد حد في مواجهة المغرب وفي مناكفة المغرب. هي نفسها الحكومة وصلت مع مكونات أخرى، مع مكونات اقتصادية وأمنية وغيرها مكونات أخرى داخل إسبانيا، بأنه العلاقة مع المغرب هي علاقة استراتيجية بالنسبة لإسبانيا. لا يمكن لإسبانيا أن تستمر في الطريقة التي كانت تتعامل بها مع المغرب، وحينئذ صححت العلاقة. بالعكس الآن ستكون علاقة إسبانيا بالمغرب فيما يتعلق بهذه الخلافات هي نفس علاقات إسبانيا ببريطانيا فيما يتعلق بجبل طارق، أو فيما يتعلق بفرنسا في موضوع ليبيا مثلا التي هي أراضي إسبانيا توجد داخل فرنسا، أو فيما يتعلق بجزيرة جيرزي الفرنسية التي عليها يعني إدارة بريطانية، أو بين هولندا وبلجيكا. هذه الخلافات الحدودية موجودة بين الدول، يمكن أن تعالج بالتعاون، تعالج بتجاوزها وجعلها يعني موضوعا في إطار أوسع ينطلق من فرص التعاون ومن عوامل القوة ومن تمتين الروابط بين الشعوب وبين الدول، بدل الوقوف عند الخلافات باعتبارها حجر عثرة لتستمر دائما هي الموضوع الذي يجمد أي تعاون ويجمد أي ذهاب إلى الأمام. طيب. هذه فلسفة في العلاقات المغربية الإسبانية. هناك من ما زال لم يستوعبها عند الإسبان ولا حتى في بيئات أوروبية أخرى، من ما زال ينظر بمنظار الأمس أو بنظارات الأمس أو بمنطق قديم، لكن الزمن كفيل بأن يغير هذا المنظور. في هذا السياق المغرب وإسبانيا أعلن رسميا أن معبري سبتة ومليليا أصبحا يعملان بكامل طاقتهما وتحت رقابة جمركية كاملة، إعلان دبلوماسي مهم لكن يعيد فتح واحد من أكبر الملفات الاقتصادية في المنطقة. الزميلة ماريا شحادة بحثت في الموضوع. خلال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، أعلن البلدان رسمياً أن معبري سبتة ومليليا أصبحا عمليين بالكامل وتحت رقابة جمركية شاملة. لكن خلف هذا الإعلان الدبلوماسي تقف واحدة من أكبر الإشكالات الاقتصادية التي عاشها المغرب لعقود: اقتصاد التهريب والتجارة غير النظامية. في عام 2019 كانت آلاف الأطنان من السلع تتدفق يومياً نحو السوق المغربية دون ضرائب ولا رقابة. وقدرت وزارة المالية المغربية أن هذه الظاهرة كانت تكبد البلاد ما بين 500 و 600 مليون يورو سنوياً من الخسائر المباشرة، أي ما يفوق 6 مليارات درهم. أما الخسائر غير المباشرة من تراجع الصناعات الوطنية إلى تقلص أرباح الموانئ والخدمات اللوجستية فكانت تتجاوز 10 مليارات درهم سنوياً، بحجم يفوق 1.4 مليار يورو سنوياً. تحول اقتصاد التهريب حينها إلى منظومة موازية كاملة أنهكت الجمارك ودمرت التنافس مع الصناعات كالنسيج والمواد الغذائية التي فقدت ما بين 30 و 40% من سوقها أمام السلع المهربة. لكن وقف التهريب انعكس بشكل سلبي على اقتصاد سبتة ومليليا نفسهما، واللتين فقدتا جزءاً كبيراً من نشاطهما الاقتصادي، وتراجعت التجارة المحلية بأكثر من 30%. وقدرت السلطات الإسبانية أن المدينتين خسرتا ما يزيد عن 300 مليون يورو سنوياً من الحركة المرتبطة بالسوق المغربية.
أستاذ سيدي محمد، بشكل منظم وتحت رقابة جمركية كاملة، هكذا جاء في الإعلان بين مدريد والرباط. يعني بما أن معبري سبتة ومليليا باتا عمليين بالكامل، هل بهذا حلت مشكلة أرباب العمل الإسبان، وبالتالي مشكلة اقتصادية كانت أيضا يعني عقدة في العلاقة المتعلقة بين البلدين؟ حقيقة في البداية يبدو التوضيح هنا. هناك معبر جمركي تجاري ما بين مليليا والمغرب منذ العديد من السنوات، وهذا تم إغلاقه من قبل السلطات المغربية سنة 2018. وما بين سبتة والمغرب لم يكن هناك جمرك تجاري أبدا إطلاقا. في السنة الماضية عفوا السنة الجارية في بدايتها قرر المغرب إعادة فتح الجمرك ما بين مليليا والمغرب، وكذلك فتح جمرك تجاري جديد ما بين سبتة لم يكن موجودا على الإطلاق ما بين سبتة والمغرب. الآن الرواية الإسبانية على الأقل الرسمية، وخصوصا لدى الفاعلين الاقتصاديين والحكومات المحلية في كل من سبتة ومليليا، تقول بأن الحركة تقريبا شبه منعدمة، خصوصا أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب، يعني صادرات سبتة ومليليا إلى المغرب تماما مفقودة تماما، على اعتبار أن المغرب بحسبها يضع قيودا على هذه الصادرات. فيما يخص الواردات من المغرب هناك تدفق لكنه ضئيل جدا بحسب قولها، وحتى السلطات المركزية الإسبانية تعترف بذلك وتقول بأن القضية هي قضية فنية. في الحقيقة هنا ربما موضوع أساسي فيما يتعلق بسبتة، لنعلم أن سبتة ومليليا، خصوصا مليليا، تابعة لها حكومة ذاتية، والحكومة يقودها الحزب الشعبي المعارض، وبهكذا تريد حدودا جمركية دولية، بمعنى أن تكون مثل الحدود، أي حدود ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة أجنبية. والمغرب على ما يبدو يرفض ذلك، وهذا منطقي في حالته يطالب بالمدينتين. كيف يعترف بجمرك دولي مثل أي حدود يعني أجنبية مع الاتحاد الأوروبي؟ لكن لا أحد يقول هذا الكلام، بمعنى أنه موجود، وهذه ربما هي المشكلة الأساسية المطروحة على الجمرك، على مسألة الجمرك ما بين السبتة من جهة والمغرب وبين مليليا. وهناك ضغوط كبيرة من الحزب الشعبي سواء كان هنا في مدريد، وكذلك الذي يدير مليليا والفاعلين الاقتصاديين من أجل أن تعاد فتح هذه الحدود بشكل كما يقولون حدود حقيقية، وليس حدود يغلقها المغرب كما يشاء ويعيد فتحها كما يشاء، ويسمح بالبضاعة أو السلعة التي يريد أن تدخل ويمنع السلعة التي لا يريدها أن تدخل. دكتور نعوم، بشأن المعابر الجمركية، هل تعتقد أن هذا القرار هو منصف للمغرب؟ والمغرب كما يعني أنا قال يعني ايضا الاخ محمد اشاره مهمه، هو ان المساله تتعلق بمناكفه سياسيه اسبانيه داخليه. تيار يعني الحزب الشعبي يريد ان يزايد على حكومه سانشيز فيما يتعلق بموضوع المدينتين. مجرد ان الدوله الاسبانيه والحكومه الاسبانيه لم تساير الحزب الشعبي في مطالبه بان يجعل الموضوع يتعلق بجمارك دوليه او معابر جمركيه ذات طبيعه دوليه، هذا كافي ليقول انه اسبانيا ايضا تعترف بان هناك مشكله تتعلق في الخلاف حول المدينتين. المغرب يعتبرهما مدينتين محتلتين، واسبانيا لا تمتلك السياده عليهما بالمعنى القانوني الدقيق للكلمه، ويكفي انه الناتو لا يشملهما يعني ضمن نطاقاته، والامم المتحده لا تعتبرهما مدينتين اسبانيتين 100%. حتى اخر النصوص الامميه يعني منذ العام 2004 حينما تتحدث عن المدينتين في سياق الهجره وما الى ذلك تسميهما ثغورا تديرهما اسبانيا داخل المغرب، يعني هي لا تسميها اساسا او في التراب المغربي، لا تسميهما مدينتين اسبانيه او داخل في السياده الاسبانيه. فبالتالي الموضوع عليه مشكل. اذا المغرب حينما يعالج المساله يعالجها من منظور الاقتصاد. حينما كان الامر يتعلق بالتهريب ويتعلق بمشاكل اقتصاديه للمغرب واضرار
يتسبب فيها هذا يعني التهريب والنشاط القانون غير القانوني، يعني الاتجار الغير قانوني فيما يتعلق بالاقتصاد المغربي. المغرب كان له موقفه واتخذ تدابيره. ايضا بالنسبه للاسبان الان اصبحوا يعالجون المساله من هذا المنظور، لكن بمنطق اتجاه عام في اطار العلاقات الاقتصاديه اسبانيا المغربيه، وليس فيما يتعلق بتدابير تخص المدينتين في حد ذاتهما او المعابر بينهما في حد ذاته بالشكل الذي يجعل المساله تظهر وكان اسبانيا ترافع عن مدينتين خارج انهما عليهما خلاف. لا، الموضوع اصبح الان يتعلق بعلاقات اسبانيه جيده مغربيه. اولا تعالج الملفات الاقتصاديه الكبرى اولا، ثم تدار مختلف المشاكل والخلافات بمنطق التفاهمات وبمنطق المسؤوليه وبمنطق الثقه. وهذه يعني في البند الثاني من خارطه الطريق الكلام واضح. الثقه بين البلدين هي صمام امان، او هي الكلمه المفتاحيه في هذا الموضوع. اذا المساله لا تتعلق بانصاف ام بعدم انصاف، تتعلق بالرضا وبالثقه بين البلدين. ما دام الامر يتعلق في مناخ ثقه وفي مناخ رضا بين البلدين، فالاكيد ان البلدان يبحثان عن مصلحتيهما معا. طيب. بطريقه تجنبهما الوقوع في المزيد من الخلافات. لا يمكن ان نحو الخلافات بمزيد من الخلافات. طيب، على ذكر المصلحة المشتركة سيد طلبة، في يونيو الماضي الاتحاد الأوروبي أبرم والمملكة المتحدة اتفاقا تاريخيا لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بين إسبانيا وجبل طارق دون حواجز مادية بعد طبعا سنوات من التفاوض الصعب. يعني هذا الأمر أثار مخاوف من قبل أطراف سياسية إسبانية من أن يكون ربما هذا الاتفاق أيضا قد يسري على ملف سبتة ومليلية، سيادة مشتركة بين المغرب وإسبانيا. هل هذا وارد مع سانشيز؟ مع سانشيز أعتقد بأنه ليس واردا، لأن سانشيز الحقيقة في مركز ضعف، يعني حكومته حكومة أقلية في البرلمان، ويفقد شيئا فشيئا حلفائه في البرلمان، وبالتالي لا يمكنه الآن تمرير أي قرار هو مشروع من البرلمان الإسباني. وكما تعلمين إسبانيا النظام الإسباني هو نظام برلماني، في الحقيقة لا يتخذ قرارات كبرى ولا ينتظر منه ذلك في الوقت الحالي. المستقبل هذا ممكن، ربما الحل إذا كان هناك حل قد يكون كما حل جبل طارق، لأن المشكلة سبتة ومليليا. أنا هنا لست لأدخل تاريخيا إن كانت سبتة ومليليا مغربية أو إسبانية، فهذا ليس اختصاصي، لكن الحقيقة أنهما الآن تابعتين، المدينتان تابعتان إداريا لإسبانيا، والمارد نوعا ما يقر بذلك ضمنيا من دون الاعتراف الرسمي ويؤجل القضية. هذا ما يفهم، وربما بحسب وسائل الإعلام الإسبانية وحسب اليمين الإسباني المغرب يريد أن ينهي ملف الصحراء الغربية، وبالتالي يتفرض إلى قضية سبتة ومليليا. لكن كذلك سبتة ومليليا هناك مشكل آخر، هناك المواطنون. هل اليوم إذا لنفترض هناك استفتاء، هل سيقبل المشكلة نفسها كما في جبل الطارق؟ هل سيقبل السكان الانضمام للوقت؟ هذا ربما لأسباب اقتصادية كما الوضع في جبل الطارق. إذا ربما في وقت ما سيتفق البلدان على طريقة ما، مثل ما اتفقت إسبانيا وبريطانيا على إدارة جبل طارق. ربما هذا هو، أعتقد أن مولاي هاشم الأمير اقترح شيئا مشابها في مقابلة صحفية قبل أشهر، قال بأن حل سبتة ومليليا قد يكون في وقت ما مثل الحل الذي توصلته إلى بريطانيا وإسبانيا فيما يتعلق بجبل طارق. لكننا الآن لم نصل إلى هذه المرحلة الآن، وهو أن الحكومة الإسبانية وخصوصا المعارضة تريد فيما تسميه تنازلاتها للمغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، تريد أن تحصل على تنازلات من المغرب فيما يتعلق بسبتة ومليليا، وحتى إذا وصلت إلى اعتراف تام من المغرب بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليليا فهذا سيكون مرحبا به. لكن القضية الآن هنا، كما تعلمين جبل طارق مر بسنوات عديدة من النزاعات والخلافات حتى وصل إلى المرحلة الحالية، وربما سبتة ومليليا ستمر بالطريق نفسه قبل أن يتوصل البلدان إلى حل حولها. دكتور نعوم، نموذج إدارة مشتركة مستقبلا هل يكون ربما ضمن الاستراتيجية التي تفضلت بها في البداية؟
لا يعني ولا توجد وصفة، لا يمكن أن نتحدث عن وصفة معينة أو سيناريو معين لا يوجد عليه مؤشرات في المدى المنظور، ولا يمكن قياس حالة المدينتين على وضعية جبل طارق. وضعية جبل طارق هو مسجل في نعم. اللجنة الرابعة، وأيضا جبل طارق كان قد حدث دائما كان بشأنه هناك استفتاءات. ربط دكتور نعوم، يعني ربما تذكر لا خطاب أو مقولة للحسن الثاني العاهل الراحل، كان هناك ربط، يعني عندما قال صحيح. عندما تأخذ إسبانيا جبل طارق من حق المغرب استعادة سبتة ومليلية. لا هذا الكلام غير موثق، ولم يقل جلالة الملك الحسن الثاني الرحيل هذا الكلام، إنما كان يقول أنه الوضع الذي يتعلق بجبل طارق، يعني حينما تؤكد إسبانيا أو حينما تصل إسبانيا في مرحلة من المراحل إلى مواجهة مشكلتها هي مع بريطانيا في موضوع جبل طارق، يمكن ذلك أن تزايد على المغرب فيما يتعلق بحقوقه وفي مطالباته بالمدينتين، لأنه إسبانيا دائما كانت تقول المدينتين إسبانيتين، فيقول لهم المغرب لماذا تطالبون إذن بجبل طارق ما دام نفس الوضع، لماذا تطالبون أنتم بجبل طارق وتريدون للمغرب ألا يطالب بالمدينتين؟ هذا هو الموضوع الذي كان يدافع يعني عنه المغرب، دائما وهذا دائما الكلام. هناك هذا الربط بين لكن المدينتين لكن وجبل طارق، لماذا لا لا هذا ينطبق على هذه إدارة لا المشتركة؟ لماذا لا تنطبق الآن طالما هناك علاقة طيبة بين إسبانيا والمغرب، يعني كخطوة ربما في اتجاه الحل؟ لا انا اتحدث من حيث المبدا، مبدا المطالبه، لانه اسبانيا دائما كانت تقول للمغرب يعني ترفض ان يطالب المغرب بمدنه وبجزره المحتله. اما من حيث مسارات الحل موضوع يختلف. جبل طارق مسجل في اللجنه الرابعه، المدينتان المغربيتان ليستا مسجلتان في اللجنه الرابعه، ثم اكثر من هذا جبل طارق هو مشمول بنطاقات الناتو. المدينتين المغربيتين المحتلتين هما مدينتين مغربيتين افريقيتين، لا واسبانيا تريد ان تضمهما الى الشنغن، والاتحاد الاوروبي لا يمكن ان يكون اتحادا اوروبيا افريقيا. يعني هذا معضله مطروحه حتى مفوضيه الاتحاد الاوروبي لطالما طرحت مشكله اقاليم ما وراء البحار للدول الاوروبيه، لانها عبء على الاتحاد الاوروبي. اذا المساله المتعلقه بمسار حل المدينتين هو انه جعل المغرب مدينتين في اطار اسباني مغربي، وبل اطار اسباني مغربي برتغالي، لان سياق مشكله العلاقات المغربيه الاسبانيه البرتغاليه هي التي ولدت هذه المعضله التاريخيه حتى قبل معاهده وادراس في العام 1860 التي وقعت بين المغرب وبين اسبانيا، وتوسعت بموجبها سبته ومليليا عن الحدود التي كانت عليها في عام قبل 1860. اذا المغرب يطرح المساله في سياق اوروبي، خصوصا مغربي اسباني برتغالي، ليس حتى يعني مغربي اسباني صرف. فبالتالي المساله مطروحه في هذا الاطار، لا يريد المغرب ان يوسعها الى مجالات اخرى، وهذا الان اسبانيا موافقه عليه. لذلك لا يمكن القول انه يمكن حل هذين المشكلتين خارج العلاقات المغربيه الاسبانيه المبنيه على الثقه وعلى تجنب الامر الواقع وتدابير الاحاديه طيب. الجانبيه، لان وضع المدينتين مرتبط ايضا بمشكلات الحدود البحريه وتداخل المجالات الجويه، وهذا ما نصت عليه خارطه الطريق. انا اؤكد على ان خارطه لكن الطريق هي في اللقاء تم منطلق النقاش تجنب في الموضوع. نقاش هذا الموضوع تحديدا، ترسيم الحدود البحرية، حتى هذا لم لان يتم نقاشه، حتى مسألة السيطرة الجوية في أقاليم صحيح الصحراء، يعني هناك تجنب صحيح لمواضيع صحيح حساسة. صحيح لأن لا ليس تجنب لمواضيع حساسه، هو تجنب لمواضيع عولجت في اطار اخر هو خارطه الطريق. لا يمكن ان نعود الى موضوع اتفقنا على انه سنعالجه مع مرور الزمن، فلا ينبغي ان نقوي عوامل الثقه التي تجعل حل اي مشكله مستقبلا يكون سهلا ميسرا. يعني سياده مشتركه مستقبلا، صيغ معينه كيف ما كان نوعها ستتفق عليها الدولتان، بعيدا حتى عن اسقاط اي نماذج اخرى، خصوصا وانه المغرب لم يتوقف في يوم من الايام عن المطالبه بحقوقه التاريخيه، طيب. وهذه موضوع حتى في دستور المغرب، حقوقه او حدوده الحقه هذا مقتضى دستوري لا يمكن للمغرب ان يتنازل عنه، ويدافع عنه بالوسائل السلميه طيب. والقانونيه وما الى ذلك، خصوصا الماده 33 من ميثاق الامم المتحده التي تتحدث عن اشكال متعدده من ضمنها التحكيم. والمغرب بينه وبين اسبانيا لجنه حكماء اسست في العام 96 هي لجنه بن رشد، وهي التي طيب. تعالج هذه المعضلات على أستاذ طلبة، هل استعادة جبل طارق من قبل إسبانيا ربما يكون الطريق الأسلم أو الوحيد لاستعادة المغرب للمدينتين؟ باختصار من فضلك. صراحة لا أستطيع أن أرد على هذا السؤال، ليس لدي رد. فقط أريد أن أذكر بأن الأحزاب الكبرى الإسبانية سواء الاشتراكي أو الحزب الشعبي اليميني هما الاثنان يؤكدان على أن السبتة ومليلية جزء لا يتجزأ من إسبانيا كإشبيلية وكغرناطة، هذا على الأقل من الناحية الرسمية. من الناحية ربما في إطار
عام عندما تحدثت عن حل ربما مثل جبل طارق لمدينتي سبتة ومليلية كنت أتحدث باسمي شخصيا، بمعنى ليس رسميا، في إطار ربما توافق، لكن هنا ربما وهذا مهم جدا. شكرا لك. بحسب قراءات هنا للأسف انتهى الوقت، يعني كان بودي التفصيل أكثر. أشكرك سيدي محمد طلبة الصحفي المختص في الشأن الإسباني، وأشكر كذلك دكتور عبد الفتاح نعوم الباحث في العلوم السياسية. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية المسائية، ابقوا بخير وإلى اللقاء.